السلام عليكم. عملتوا الواجب؟ نفترض ان انتوا عملتوا الواجب، وهنشتغل دلوقتي على اللي احنا خدناه الفيديو اللي فات. ماشي، دلوقتي احنا خدنا المقاسات اللي انا علمتكم ان احنا نشيلها. دوران الصدر كامل، دوران الوسط، دوران الهانش، دي الثلاث دورانات اللي احنا هنشتغل عليها. اول ما هنشتغل كده نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد الثلاث دورانات دول نقسمهم على 4. ماشي، وده على 4 وده على 4. 108 على 4 فيها كام؟ 27. ماشي، دوران الوسط 94 على 4 9 في 22 ونص 23 ونص. دوران الهانش 130 على 4 يبقى 32 ونص. بس الكم هنا هنشتغل عليه على 2. ده دوران الكم، مش هنقسم اكتر من كده. اللي يقولك بقى قسمي ده على 2 وبعدين على 8 تقسيمات، اللي يقولك بقى قسمي ده على 2 وعلى 3 وعلى 4 وعلى 5 وعلى الكلام ده كله، لا، لان الحاجات اللي هتطلع من دي اللي هي دوران الرقبة ومحيط الجيرو والكلام ده كله، احنا عندنا دي ثوابت مش محتاجينها في حاجة. تمام، هنيجي هنا بقى نجيب الورق بتاعنا اللي هنرسم عليه الباترون. ماشي، خليها كده. احنا عندنا هنا طول الصدر 45، ده هنرسم الكورساج الفوقاني اللي هو بطول 45. هنعمل مربع طوله 45. دي كده المسطرة دي 30 15. ماشي، عشان نحدد المقاسات. احنا طبعا ما عندناش مثلثات ولا كلام من ده، ناخد المقاس في كذا حته عشان نحدد ايه، نطلع الخط مستقيم اهو. خط مستقيم، انا خدت النقطتين ليه؟ عشان اطلع الخط مستقيم، لا يطلع كده ولا يطلع كده اهو. طلع الخط مستقيم. المربع المستطيل اللي احنا هناخده 45 في كام؟ في اعرض دوران عندي هنا. هنعمل مستطيل في دوران ربع دوران الصدر اللي هو 27 ده، هنعمله 45 في 27. 27 نحط نقطة هنا وبعدين نيجي 27 اهي، وبعدين نعمله هنا على الخط الكورساج 27 ونوصلهم ببعض. النقط دي ليه؟ النقط دي بس عشان اظبط الخط بتاعي، ليس الا، مش عشان حاجة تاني. يعني عندك القطعة اللي تجيبيها معدولة حتة واحدة هاتيها، مفيش مشكلة. تمام، هاجي هنا ورقة وقلم كده في الدفتر بتاعك وتكتبي معايا الثوابت. ثوابت دوران الرقبة بالنسبة للكبار، الثوابت هندخل من على خط النص ده، اسمه خط النص، نصف امام. ماشي، اللي تحته ده يبقى خط نصف خلف. حلو كده. خط نصف الامام ده يبقى معناها ايه؟ معناها ان الناحيه دي كوب الناحيه دي. ده خط النص ده معناها ايه؟ ان الناحيه دي كوب الناحيه دي، يعني اللي هنا زي اللي هنا بالظبط، مكملين لبعض. تمام، هاجي انا اعمل دوران الرقبه بتاع الامام. دخول من عند خط النص 7 سنتي، ده ثابت 7 سنتي ثابت. تمام، هنزل هنا بالنسبة للأمام كام؟ 10 سنتي برضو ثابت.
اللي يقولك لا ده هنا 7 وهنا 7، ده شغل مدارس. انما شغل اللي على ارض الواقع، دخول هنا 7 ونزول على خط النص 10. ناخده ازاي؟ ناخده بدوران، دوران كده بايدك كده. دي الرقبة المدورة اللي هي بتاعت العبيان والدرسات العادية بتاعتنا، اللي هو بنسميه عندنا في الباطون ديكولتيه. الديكولتيه ده هيجي مدور، يجي مستطيل، يجي 7. ماشي؟ يعني عايزة تجيبيه 7 يبقى كده 7. عايزة تجيبيه مستطيل هتخشي كده 7 سنتي كمان زيهم زي اللي عملتيهم فوق، وتوصلي كده وتوصلي كده. ده او ده او ده، اي واحد في دول. ده مربع، ده دوران، ده 7، والتلاتة يمشوا. تمام؟ هنا ده امام عشان نعرف احنا شغالين على ايه. هنيجي نعمل خط الكتف. خط الكتف عندنا هنا 12. ماشي؟ هحط ال12 من على اخر حتة في دوران الرقبة اللي هي 7 سنتي اهي، 7 سنتي عليها ال12 واخر ال12 اهي. اخد النقطة فين بقى؟ هنا؟ لا، اخدها هنا اهو. عرض سقوط الكتف بيبقى عرض المزور بس. اللي يقولك بقى سقوط الكتف اصل 2 اصل 3 اصل بيختلف من كتف لكتف اصل بيختلف من واحدة لواحدة. بصي يا حبيبتي من الاخر كده وعلى بلاطة، هو سقوط الكتف عرض المزور. نقطة نهاية الكتف بايه؟ بنقطة الرقبة. نيجي بقى للجيرو. الجيرو ده بقى ايه؟ فيلم كله. نجيبه ازاي؟ الجيرو عندنا هنا 30. تمام؟ هنزل من فوق من هنا كده 30، والمفروض ان انا بجيبه كده اهو كده 30. فانت انا بجيبه بايدي بس انتوا بقى عشان اعلمه لكم تجيبوه ازاي اهو. انزل هنا كده 30. تمام؟ واروح نازله من هنا كده 30. دي كلها خطوط كروكي علشان ايه؟ اهي نوصل دي بخط نهايه الكتف دي، ونوصل دي كده. نزلنا هنا كام؟ ال30. انا مش هكتبها لانها مش ثابته، بتختلف من موديل لموديل. الثابت بقى ان انا باخد ده. الثوابت دي كلها تكتبيها عندك في ورقه. الثوابت دي تاخديها تكتبيها عندك في ورقه عشان في حاجات ثابته. تمام؟ زي عرض سقوط الكتف اللي هو عرض المزوره، زي 7 سنتي دخول لتكولتيه الرقبه ونزول 10 سنتي. دي تكتبيها ثوابت عشان في ثوابت تانية جايه معانا برضو. الثوابت دي محدش هيقولها لك. الثوابت دي بقول ان محدش هيقولها لك. زي نزول بنس قد ايه. الثوابت دي بتيجي من الممارسه السنين، ما بتجيش من ما بتتكتبش في كتاب الثوابت دي. والثوابت دي انا شغاله بيها بقالي زياده عن 20 سنه وماشيه وكويسه ومحدش اشتكى منها، وبطلع الموديل مظبوط 100%. ماشي؟ هاجي هنا عند المستطيل اللي انا عملته للجيرو. المستطيل ده 28 هقسمه على 3. 28 على 3 فيها ايه؟ ال8. 28 لان احنا نازلين هنا سقوط عرض المزوره. احنا واخدين دي 30، دي 28. احنا هنقيس من اول هنا، من اول سقوط عرض المزوره مش من فوق خالص. ماشي؟ 28 على 3 فيها ايه؟ 8. 3 في 8 ب24. 3 في 8 ب4. نقول مثلا 9 كده. انا بعمل دي ليه؟ عشان دي اللي هاخد من عليها دوران الجيرو. ماشي كده؟ اخد دوران الجيرو كده اهو بايدي بالراحه 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 واطلعه كده. ماشي؟ دي مع دي كده، دي دوران الجيرو.
ده اللي بيتقص على 4. تمام الكلام. اجي بقى اقص ده. انا عامله على 2 عشان واحد خلف وواحد امام. ماشي، هقصهم اهو الاتنين. اهو ناخد الكتف. ماشي اهو. الخلف هاجي اعمل هنا الكتف، احدده اشوفه كان 12 اهو. الخلف بقى الرقبة بتاعته دخول 7 اهو، دخول 7، نزول 3. ده برضو ثابت. ده الفرق بين رقبة الخلف ورقبة الأمام. برضو في ايدي عايزة اعملها مدورة، عايزة اعملها مربعة، عايزة اعملها مثلث، في ايدي. ده خلف وده خط نصف الخلف. الخلف تمام. دول كده الخلف والامام. حلو كده، دول الخلف والامام. ده كده نص البطرون، نصه الناحيه التانية يكمل الموديل. في بقى طبعا تقسيمه الوسط، في بنسة الامام، في لو هنعمل بنس في الخلف بالنسبه للجواكت ان شاء الله هنعمل بنسة الامام وهنعمل بنسة الوسط، وتقسيمه الوسط بالنسبه للامام وبالنسبه للخلف. ده بالنسبه للدريس البسيط. تمام كده خلاص. النهارده ذاكروا الكلام ده، كفايه عليكم كده النهارده عشان ما تتلخبطوش. يلا، السلام عليكم.